الجيل الثالث من سوبرب هو اغلى واوسع واكبر سياره في تاريخ سكودا بالكامل منذ خلقها الله. سوبرب اساسا بتبدا من 500 لحد 650 الف جنيه، وتعتبر واحده من افضل الاختيارات في الفئه السعريه ديت، ان لم تكن الافضل بالفعل. يعني ادخل على الويب سايت، هتلاقي من اللينك تحت الفيديو عشان تعرف تفاصيل اكتر عن الاسعار والفئات وكل ده. النهارده هنتكلم عن سكودا سوبرب. ده الجيل الثالث من سوبرب، ومن وجهة نظري هو الأفضل على الإطلاق، وهي تعتبر بنت عم فولكس فاجن باسات. وصدق أو لا تصدق، العربية دي معمولة على نفس قاعدة بناء أودي تي تي، ويمكن ده هيديك فكرة بسيطة عن شخصية العربية دي في الإجمال. سوبرب بتصنف كسيارة اكزيكتيف كومباكت، يعني نفس تصنيف الفئة الثالثة من بي ام دبليو وسي كلاس من مرسيدس بنز. سوبرب بتعتبر عربية عائلية فخمة في المقام الأول، وعربية رياضية في المقام الثاني. بشكل عام الفئة اللي بنجربها حاليا هي الفئة الرياضية منها، وبتزيد عن الفئات العادية بالكراسي الأليكانتارا الرياضية والجنوط، وأخيرا الشبكة وبعض التفاصيل الصغيرة. سوبرب بتقدم للسوق المصري بافضل خيار من المواتير من وجهه نظري، وهو الموتور ال 1400 تربو مع فتيس دي اس جي. ارقام الاداء الرسميه بتاعت الموتور دوت هو 150 حصان و250 نيوتن لكل متر عزم دوران، بدايه من 1500 لفه في الدقيقه، وهو رقم لا باس به يعني مع فتيس دي اس جي 7 نقلات. ارقام الاداء الرسميه للموتور مع الفتيس دوت هو 8.8 ثانيه، وهو رقم مرضي جدا لو انت مش اهم حاجه عندك في الدنيا التسارع الخارق للطبيعه. يعني الاداء اكتر من مرضي، هو معدي مرحله ان هو بيرضيكوا بس، لا الاداء فعلا حلو وممتاز جدا. لو هتقارنها بناس ما يعتبروش منافسين قوي، بس هنقول ان هم منافسين يعني زي الاوبل انسيجنيا، زي البيجو 508، لا هي بتتفوق عليهم، هي بتتفوق عليهم جامد في قصه الارقام الاداء ديت. حتى لو المواتير الثانيه مخرجه احصنه اكتر او عزم دوران اكتر او الموضوع ما بيتقاسش بمجرد الاحصنه الزياده او عزم الدوران الزياده، في عوامل كتير ثانيه داخله في الموضوع ده زي وزن العربيه وانسيابيه. النهايه ان رقم الاداء الرسمي للموتور ده هو 8.8 ثانيه، وفي وجهه نظري مفيش ولا واحد من المنافسين قادر يعدي الرقم الاداء ده. التسارع بتاع الموتور زي ما قلت قبل كده هو مرضي للغايه، هو هيقدم لك تجربه قياده اكتر من ممتازه. بجانب الاداء المرضي اللي انا بتكلم عنه، هو موفر في البنزين بطريقه مستفزه، وبالتالي اللي ركب قبل كده فولكس فاجن او يعني العيله بتاعه فولكس فاجن عارف قد ايه المواتير بتاعتها موفره جدا في البنزين بطريقه يعني تكاد تكون خنيقه شويه. لو انت قاعد مستني العداد ينزل، هو هينزل امتى بقى؟ استجابه الموتور في الطلعه بتحس بعجز لا يذكر، ولو انت مش مهووس يعني مش هتاخد بالك من حاجه زي كده اصلا يعني. بس يعني وجب عليا ان انا اقولها، يعني لو حد مهووس قوي بالعربيات او فاهم قوي في قصه المواتير وبيحس بكل حاجه بقى في العربيه وبتتحرك امتى والاستجابه امتى والقصه دي كلها، هيحس باللاج ده. ليه؟ لان العزم ده زي ما انا قلت بيطلع متاخر نسبيا عند 1500 لفه في الدقيقه. في معظم المواتير الصغيره ديت ذات السعه اللتريه الصغيره، يعني لما بتتربن بيطلعوا التورك بتاعها او عزم الدوران بدري شويه، 1200 1250 لفه في الدقيقه بالكتير، عشان خاطر ما يحسسكش باللاج اللي في البدايه ده. اما عن الفتيس، فلمن لا يعلم الدي اس جي هو واحد من اجمل واروع الفتايس في تاريخ صناعه السيارات بالكامل. وهرجع اقول لك تاني برضو ان الفتيس الدي اس جي في بدايات استخدامه كان معمول لسباقات الفورمولا 1. طيب ليه الفتيس ده كويس؟ هو كويس للعديد من الاسباب، ولكن اهم الاسباب يعني اللي مخليه الدي اس جي صيته زايع للدرجه دي هو سرعه النقلات بتاعه الفتيس اللي تكاد تكون لا تذكر. يعني الفتيس استجابته اكتر من رائعه، وبيقدم زمن تسارع واستجابه غير معقول. يعني الفتيس عموما متوجه اكتر ناحيه التوفير شويه بسيطه، ولكن مش بطريقه تخنقك او مش بطريقه تحسسك ان العربيه ميته معاك. الفتيس عاقل قوي وعارف امتى يحط لك نقلات زياده وامتى يقلل النقلات وامتى يمشي مظبوط. ودي تاني اكتر حاجه بتميز الفتيس الدي اس جي، ان هو فاهمك، هو مش غبي، عقله كويس جدا وحاسس
حاسس بكل انش زياده في الموتور وبطريقه سواقتك، بيعرف يكالكوليت الدنيا دي كلها عشان يعرف انت الرحله اللي انت بتعملها ديت ايه المود بتاعك فيها ايه. اما عن قصه الدي اس جي اللي تقريبا بقيت بشرحها يعني في كل فيديو، اولا لو عاوز تسمع الشرح بالتفصيل البطيء الممل ممكن تشوف حلقه السيات ليون من هنا، دي فيها القصه من البدايه للنهايه. لو عاوز بقى الشرح المختصر كمل معايا دلوقتي. الفتيس الدي اس جي هو عباره عن فتيسين مانيوال وبيتحكم فيهم وحده اوتوماتيكيه بتنقل مكانك مش اكتر. طيب والمشكله بتاعت الفتيس؟ المشكله بتاعت الفتيس كانت في موديل واحد من فتايس الدي اس جي اللي هم 8 موديلات، والرقم الكودي بتاعه دي كيو 200. الفتيس ده كان في مشكله، حاليا ما عادش فيه مشاكل. فولكس فاجن الام سحبت الفتيس دوت من السوق وعملت عليه تعديلات كتير جدا. بشكل عام المشكله كلها كانت في الحراره الزائده بتاعه الفتيس، وان الماتيريالز اللي الفتيس معمول منها ما كانتش بتتحمل الحراره دي، بدون دخول في تفاصيل يعني. الفكره كلها ان فولكس فاجن لما سحبت الفتيس دوت غيرت الخامات اللي معمول منها تروس، كل الماتيريالز اللي في الفتيس دي اتغيرت لخامات مقاومه اكتر للحراره وتقدر تستحمل الحاجات العاليه، وبالتالي المشكله ما عادتش موجوده. الفتيس دوت تم تجربته في العديد من العربيات، ولم يسجل حاله شكوى واحده سواء في مصر او بره مصر. في ظروف مصر بقى وفي ظروف اوروبا وفي ظروف يعني الصين مفيش اي مشاكل فيه. على حد علمي ان الفتيس المفروض عليه ضمان 5 سنين من الشركه الام فولكس فاجن الالمانيه، ولكن لما تواصلت مع الوكيل هنا في مصر قالوا ان الفتيس ملوش يعني اكسبشن ولا حاجه، العربيه كلها كتوتال عليها ضمان سنتين. فتيس مش فتيس، هو الضمان كله سنتين على كل حاجه في العربيه يعني. اما عن الراحه فسوبرب بتقدم مستوى راحه غير عادي، وده امر متوقع في اغلى عربيه في تاريخ الشركه كلها. ولكن الاهم بقى هو الاوبشنز. العربيه ديت فيها شويه اوبشنز الدلع. عد معايا كده بقى وسيبنا ننطلق. اولا العربيه بتقدم تكييف تريبل زون. يعني ايه الكلام ده؟ يعني السواق بيظبط التكييف في درجه الحراره اللي هو عايزها بالسرعه اللي هو عايزها في الاتجاه اللي هو عايزه، والراكب اللي جنبه بيظبط التكييف بدرجه حراره ثانيه خالص باتجاه ثاني خالص بسرعه ثانيه خالص، واللي قاعدين ورا بيظبطوا نفس التكييف على درجه حراره ثالثه خالص واتجاه ثالث خالص وسرعه ثالثه خالص. وده تقريبا اول مره اشوفه في الفئه ديت من العربيات. يعني باختصار تقدر تقول كده ان انت عندك 3 تكييفات كل واحد مستقل بذاته في العربيه كلها. طيب التكييف كده انتهى؟ لا برضه، انت عندك ثلاجه في الدرج بتاع التابلو وثلاجه في الدرج الوسطي ما بين السواق والراكب. نظام الاضاءه اللي بيكون في الابواب وفي التابلو اللي بيديك تجربه قياده ممتازه بالليل وبيحسسك ان انت راكب عربيه يعني في منتهى الفخامه والرقي. واجمد اوبشن بقى واللي انا فعلا ما كنتش مصدق ان هو موجود في عربيه في الفئه السعريه دي اساسا، يعني ميزه ان الراكب الخلفي بيقدر يتحكم في كرسي الراكب الامامي من ورا. هو عنده وحده تحكم في الكرسي اللي قدامه من ورا. بدون مبالغه الاوبشن دوت مش موجود في عربيات غير زي الاس كلاس مثلا. ده غير ان طبعا الكرسيين اللي قدامانيين كهرباء يعني مش محتاجه كلام دي. ويعني معاك شويه اوبشنز بسيطه كده، يعني الشنطه بتفتح وبتقفل بالكهرباء، شاشه 8 انش، شمسيه في الباب، لا مش شمسيه اللي هي شيدنج، لا هي شمسيه في الباب من جوه، بتدوس عليها وتقوم مطلعها كده وتفردها وتمشي بيها لما الدنيا تمطر يعني. هسيبكم بقى مع البروشور تحت، لينك كده تحت الفيديو، انطلقوا انتوا بقى واقرا كل بقى المواصفات والحاجات اللي انت عاوز تعرفها يعني شويه اوبشنز كده دلع. ما اعتقدش ان في اي حاجه تانية تيجي في بالك انت محتاجها ومش موجوده في العربيه دي. اما عن الامان فسوبرب بتقدم يعني بحفنه من انظمه الامان بصراحه، واكتر حاجه غايه في الاحترام ان انظمه الامان ديت مواصفات ثابته في كل الفئات بتاعه سوبرب. عد معايا بقى عشان انا بحافظهم بالعافيه اصلا. اللي احنا عارفينه ABS ABD ESP ASR MSR EDL تمام، واخيرا HBA وESC. طبعا انا لو قعدت اشرح لكم كل نظام من دول بيعمل ايه احنا عايزين 3-4 حلقات، فانت زي الشاطر كده تاخد ال3 حروف اللي انا قلتهم دولت وتجوجل كده وتفهم هم كل واحد فيهم بيعمل ايه. الخلاصه يعني ان هي عربيه امان بطريقه رخمه يعني بصراحه، مع 7 اير باجز تقريبا. تشيك كده البروشور تحت وقول لي هم 7 ولا 6، انا ناسي بصراحه. وبالتاكيد برضو العربيه اخذت 5 نجوم من اصل 5 نجوم في اختبارات الامن والسلامه الاوروبيه اليورون كاب. طيب انا كسواق هيوصلني ايه من تجربه القياده؟ يعني انا كل اللي فهمته من الفيديو ان الراكب ورا في منتهى الدلع ومبسوط وفرحان وكل حاجه حلوه. انا بقى مستفيد ايه؟ الحقيقه ان سوبرب زي ما هي مهتمه بالراكب الخلفي هي كمان مهتمه بالسواق. انت محاط بترسانه من الالكترونيات بتخلي كل حاجه انت بتعملها اسهل مليون مره من غير ما تشيل عينك عن الطريق او من غير ما تسرق انتباهك عن الطريق خالص. بدايه من شاشه العداد المتغيره للعديد والعديد من الاوبشنز اللي
بتديك تفاصيل منتهى الدقه عن الرحله اللي انت بتعملها واي حاجه تانية بتخطر في بالك انت عاوز توصل لها. وطبعا دي حاجه بتساعدك جدا في تجربه القياده. طبعا ده كله بجانب المساحات الجباره للسائق، سواء كانت بقى مساحه ركبه، مساحه سقف، مساحه عرضيه، اي حاجه تيجي في بالك. المساحات هنا اكتر من ممتازه. لا دي مش كلمه كليشيه كده بتتقال، المساحات هنا مستفزه. العربيه واسعه جدا 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 بطريقه لا يمكن ان تتخيلها، ناهيك طبعا عن فتحه السقف اللي بتقدم رؤيه ممتازه للداخليه في النهار، واللي للاسف مش بتتفتح بشكل كامل او مش اخده السقف كله. يعني انا شخصيا في البدايه لما شفتها في اوتوماك لاول مره كنت محتار هي بانوراما ولا لا. اساسا تصميم الطاره اكتر من ممتاز. اولا هو ميكس كده لطيف ظريف ما بين الفخامه والرقي وما بين السبورتي والعربيه الرياضيه يعني والكلام ده كله. الجلد اللي معمول منه الطاره نفسه خامته ممتازه جدا، بجانب ان الماسكه نفسها، الماسكه اولا العرض بتاع الطاره نفسها حلو جدا. الطاره فيها بادل شيفتس من ورا بتنقل منها نقلات مشطوفه من تحت، فالطاره اصغر بكتير، الدوران بتاعها احسن بكتير واسرع بكتير، بجانب كمان شويه بقى تطعيم بالكروم وتطعيم كده بشويه ماتيريالز حلوه جدا. فالنتيجه النهائيه ان الطاره فخمه وراقيه جدا وفي نفس الوقت هي في منتهى الرياضيه. يعني عندي تعليق شويه بس كده على حاجتين. يعني هو مكان الستارت انجن مكانه غريب شويتين ثلاثه، يعني تحس ان العربيه كانت نازله من غيره بس هو قالوا طب يلا نشيل المفتاح ونقفل مكانه ونحط الستارت انجن هنا بقى وبتاع، يعني مكانه مختلف شويه. تاني حاجه بقى، وانا كواحد او سي دي الموضوع مضايقني جدا ويمكن اي حد تاني ما يهتمش بيها، بكره الصوت. طيب اللي احنا عارفينه ان زرار الباور بيكون مستقل بذاته والبكره بتاعت الصوت مستقله بذاتها، هنا لا، هنا الاثنين مربوطين ببعض، وبالتالي انت لما بتعلي شويه او بتوطي شويه بتلاقي الباور بقى علامه الباور جايه يمين شويه، تحت خالص، شمال شويه، فالموضوع يعني مزاول شويتين ثلاثه، فبتبقاش قاعد مرتاح. يعني انا بتفادى ان انا ابص عليه وهو مش مظبوط كده. واخيرا مساحات الزجاج العملاقه اللي مدخله نور ربنا الجميل كده، فما بتحسش ان انت مكتئب وانت ماشي والدنيا ضلمه ومقفله. انا بحب سوبرب، بحبها جدا الحقيقه، ويمكن من قبل ما اصور الحلقه كمان والناس عارفه ان انا بحب السوبرب، وده شيء انا لا اخفيه سرا، لان ببساطه حبي ده مشروط وقائم على اسباب، وهي الاسباب اللي انا شرحتها طول الريفيو. خلونا نتكلم عن الاداء شويه. الادابتيف سسبنشن اللي بيتكيف مع الطريق، النظام التعليقي نفسه كهرباء، فبيتكيف مع النقر والمطبات والكلام ده كله، بيعرف يوزن نفسه. يعني ثالث سبب هو الجنوط الكبيره نسبيا، يعني العربيه الفئه ديت نازله بجنوط 18، فده رقم ما هواش قليل. يعني توجيه العفشه جيد، وامتصاص العفشه للصدمات متوسط، هو مش ناعم قوي بزياده، فالعربيه بتبقى مراجيح مولد النبي يعني على السرعات العاليه، وفي نفس الوقت ما هواش ناشف قوي لدرجه ان هو يقسم ظهرك يعني في وسط البلد. الموضوع متوازن جدا جدا بطريقه يعني حلوه جدا فعلا. انت في وسط البلد انت مرتاح جدا، الموضوع بيبقى احسن مليون مره بقى على السرعات العاليه. اللي ما عجبنيش بقى هو صدق او لا تصدق هو عزل الرياح. بالرغم من كل الخامات الممتازه اللي العربيه ديت معموله منها، بالرغم من التقفيل الممتاز جدا، عزل الرياح مش احسن حاجه. عزل الصوت ممتاز، وعزل الموتور والعزل الارضي وكل الكلام ده حلو جدا، ولكن عزل الرياح كان محتاج يكون احسن من كده، وخصوصا في الفئه اللي العربيه دي بتنافس فيها، هم متميزين قوي في الحته دي، يعني في الحته ديت ما بيرحموش. فاعتقد الموضوع كان احسن. وارجع برضه اقول لك تاني، المقارنه دايما بتكون العربيه ديت مع مثيلتها، يعني انا مش بقارنها مثلا بلانسر شارك ولا مازدا 3 وبقول لك عزل الرياح وحش، لا، البادي رول ممتاز مفيش اي تعليق عليه، وكذلك الفرمله والثبات والكلام ده كله اكتر من ممتاز. جوده التقفيل، السماعات، كله تمام. الجيل الثالث من سوبرب شيء في منتهى الجمال، وده مش كلامي انا لوحدي. العربيه دي في تقييم توب جير اخذت 4 من اصل 5، في تقييم اوتو اكسبريس اخذت 8 من 10، في تقييم مجله زي اوتو بيلد الالمانيه اخذت 5 من 5، في التلغراف الانجليزيه اخذت 9 من 10. فده مش كلامي انا لوحدي، ده كلام فطاحل مجال السيارات في جميع انحاء العالم. سواء كان اختيارك عربيه عائليه فهي عربيه عملاقه وامنه، سواء كان اختيارك عربيه رياضيه وشبابيه فهي اختيار جيد جدا، لا يرقى للممتاز ولكن هو جيد جدا، وفي نفس الوقت بيقدم لك حاجات تانية بجانب كونه اختيار جيد جدا في الرياضيه. في قائمه هتطلع لك فوق دلوقتي، لو انت قدام الفئه السعريه ديت هتختار سوبرب؟ ولو هتختارها ليه؟ ولو لا برضه ليه؟ السبب قوله في الكومنتات، ويهمني جدا اعرف انت هتاخد العربيه ديت ولا لا. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير عشان نوصل لاكبر عدد من الناس، وتعمل سبسكرايب على اليوتيوب عشان يوصلك كل جديد، لايك للبيج بتاعتنا على فيسبوك عشان يوصلك اخر الاخبار. انا طارق عبد الله، مؤسس ومقدم المواتير بالعربي. اللينك بتاع البروفايلز بتاعي تحت الديسكربشن. سلام عليكم.